السلام عليكم، معاكم الرومة مريم الصفار. راح أحط لكم مكياج على العارضة، راح يكون بالتفاصيل المملة إن شاء الله، والتفاصيل مالت الأدوات بالديسكريبشن بوكس. أتمنى لكم متابعة ممتعة. في البداية راح أحضر بشرة الموديل عن طريق المرطب. قاعدة أحط المرطب بالفرشة، قاعدة أوزعه على كل بشرتها. كمية المرطب اللي أحطها مو وايد اللي تخرب الفاونديشن بعدين. هذا البرايمر ينعم البشرة قبل الفاونديشن، من لانكم وايد أنصح فيه. ملمسه حريري، أركز فيه على الأماكن اللي أحسها ناشفة. أحب أحطها على الخطوط، على تحت العين، بالنص بين حواجبها. قاعدة أوزع بصبعي عشان أحصل طبقة كافية. بعدين بالبرايمر من ماركة بنفيت، طبعا كل من يعرفه، راح أحط على المسامات. هذا البرايمر مو يصغر المسامات، لا يعبيها. فلما تحطين فوق الفاونديشن راح تلاحظين ان الفاونديشن قاعد يمشي بشكل مستوي على البشرة، ما تحسينه محفر. ينفع أكثر حق اللي بشرتهم شوية كبيرة بالعمر، تحسين مساماتهم وايد واضحة. عادي قاعدة أوزع على كل البشرة. بعدين من ميك اب فوريفر الفول كفر قاعدة أحطه كبرايمر للعين. قاعدة أستخدم الفرشة، هذه الفرشة وايد حلوة، فرش ريال تكنيك، حيل حلوين، تلقونهم في بوتس فالحين أبلش بالشادو. حطيت بالبداية شادو لونه بني على بنفسجي على الكسرة. الفرش اللي قاعدة استخدمها أغلبها من فرش كوستل سنس، اللي 22 فرشة بست واحد. أنصح فيهم حيل، أغلبهم شعر طبيعي يننون. قاعدة أرسم الكسرة. هني شوية الإضاءة ماخذة من لون الشادو، وهو بالطبيعة شوي أثقل. فايدة البرايمر إن الألوان لما تحطينها تكون وايد واضحة على العين. الحين بالشادو البيجي المطفي راح أحطه تحت الحاجب بفرشة، هذه الفرشة من كريولان. عادي فرشة تصير عريضة بس ما لها سمك عشان لا تنثر لي الشادو تحت العين. بفرشة شوية عريضة راح أحط شادو لونه مشمشي. شنو قاعدة أسوي؟ قاعدة أحطه على الكسرة بين اللون البني وبين اللون البيج، عشان يصير في عندي تدرج بالشادو على العين. قاعدة أحطه رايحة رادة يمين يسار، إيدي لما أكون بدمج اللون إيدي تكون وايد خفيفة. الحين هذه بلتة ذا بالم نود، وايد أحبها، وايد حلوة. راح تلاحظون إن أنتوا إذا شريتوها وايد تستخدمونها حق اللوكات العملية أو السهرة. قاعدة أحط من الألوان الغامجة، حطيت اللون البنفسجي والأسود على كسرة العين وحرف الفي. لاحظوا معاي حركة إيدي شلون دائرية. قاعدة أحدد الكسرة بشكل أوضح. نفس الشيء حق العين الثانية. هني الفرشة قاعدة استخدمها تقريبا نفس فرشة القلم اللي هي بنسل براش، مالت هم كوستل سنس، اللي 22 فرشة بعلبة واحدة. ايدي دوائر عشان لما احط بنفس الوقت احط اللون وادمجه. قاعدة احطه وادمج. قاعدة اغمج الشادوات فوق العين. تحت العين قاعدة احط شادو كريمي بفرشة ميك اب فوريفر. هذه الفرش مقطوعة اللي لونها أصفر، تلقون وايد فرش مو إلا ميك اب فوريفر، بس المهم فرشة صغيرة. شادو كريمي من كريولان. أنا حطيت لون برونزي عشان أثبت عليه الألوان اللي راح أحطها فوقه، الشادوات. هني قاعدة أحط جل لاينر استيلودر، طبعا أنصح فيه حيل لأنه وايد ثابت، ووتر بروف، وسواده وايد قوي. قاعدة أحطه كحل داخل العين. اي عادي تقدرون تحطون الجل لاينر داخل العين، إلا إذا الجل لاينر يسبب لكم ممكن حساسية. اختاروا شغلات طبية مثلا كلينيك مثلا. هني قاعدة أحدد منابت الرموش فوق العين، يعني عشان لما تصور ما تلاحظون إن في فراغات يعني بين الرموش أو داخل العين. شغلات بالتصوير تبين، يعني تبين إن مكياجكم نظيف. أوكي، هني فرشة سطحها مستوي مشطوف، قاعدة أحط فيها الشادو الأسود، قاعدة أثبت فيها الشادو الكريمي اللي حطيته تحت العين. لما أحط تحت العين إذا ما بأوسخ تلاحظون إنه قاعدة أطبطب بالفرشة، ما قاعدة أمسح رايحة رادة فتلاقون الشادو يتنثر يمين ويسار، لا بتطبطب شوي شوي. قاعدة أحط الشادو. هني حطيت لون
طبعا حطيت أسود أول شيء. ثاني شيء راح أحط اللون البنفسجي أو البرغندي تحت اللون الأسود عشان أخلي مثل تدريج تحت عين العارضة. يعني قاعدة أحط الفرشة أضغط وشوي أحرك، أضغط شوي وأحرك. لاحظوا مكياجي حتى نظيف مع إنه أنا الحين مو حاطة الفونديشن عشان بعدين بنظفه. قاعد ألاحظ شلون وين وصلت بالرسمة. شوفوا أنا أطلع برا مدى العين عشان أوسع عين العارضة. هني هذه الباليت، ما أدري إذا لاحظتوها ولا لا، رجعوا بالفيديو. هذه باليت أربن ديكي اسمها فايس 2، وايد حلوة. الألوان مالتها وايد قوية. هني قاعد أحط أفتح لون اللي هو الصدفي على مدمع العين من وهي مسكرة. طبعا هذه الحركة اللي قاعدة أسويها هني، حطيت جليتر جلو، صمغة جليتر على جفنها عشان بثبت عليه شغلة. أنا ما راح أثبت عليه جليتر، راح أثبت عليه بيجمنت اللي هو الشادو منثور. أغلبكم يلاحظون إنه لما يحطون الشادو المنثور قاعد ينثر تحت العين. أنا بهالطريقة أخلي الشادو المنثور ثابت فوق العين مدة طويلة. من هذه الطريقة أنا مو متعلمتها من أحد، هذه أنا يعني جربتها ونفعت معي وايد. طلع لي الشادو المنثور وايد لمعة ووايد ثابت فوق العين، ما تلاحظون بعد ساعة إنه تنثر أو يعني راح مكان ثاني. هني فوق الشادو المنثور قاعدة أرد مرة ثانية أحدد الكسرة، هالشي يخلي لي شغلي نظيف. طبعا أنا قاعدة أسوي خطوة بعين، والعين الثانية يعني مفروض إن أنتوا عارفينها، تسريع للوقت بدل ما يعني ناخذ وقت وايد بالخطوات. هني هذا القلم نصحتكم فيه بالإنستغرام، هذا قلم بوبي براون. قاعدة أحدد فيه وين الأماكن اللي ما فيها شعر. يعني هني العارضة يمكن بس نص حواجبها موجودة، الباقي قاعدة أرسم عليهم بالقلم على اليلد عشان يكون لي اللون قوي بدل الشادو ما يثبت على اليلد برايي. طبعا الرسمة ما خلصت، بس هذا شكل مبدئي. خلطت فاونديشنات ماك أعتقد 43.5 و37 وإلي ماسكة 233. هذول الألوان أحب أخلطهم حق السمر. هني اللي قاعدة أستخدمها الباليتا مالتي، قاعدة أبيعها بأكاونتي، سعرها 3 دنانير، وايد تساعدكم. تلاحظون قاعدة أخلط فيها ألوان وكذي. الفرشة اللي قاعدة أستخدمها من ريال تكنيك، فرشة الفاونديشن، تنفع حق فاونديشن وكونسيلر، هم فرش ريال تكنيك وايد حلوة. هني طبعا أنا قاعد تلاحظون قاعدة أحط كمية فاونديشن كبيرة. مو هذه كل الكمية، لاحظوا هم هذه بالبلندر قاعدة أدمج الفاونديشن. قاعد يشيل لي البلندر، تشيل لي من الفاونديشن، قلل لي كميته. البلندر هم تلقونها بأكاونتي ب3 دنانير ونص. وايد حلوة هذه البلندر اللي هي سفنجة تحطينها مع الماي تكبر معك. لما تكبر تصير وايد ناعمة، تقدرين توزعين فيها الفاونديشن بشكل بيرفكت. فوق عينها شوفوا قلبت السفنجة عشان أوصل حق الأماكن الدقيقة. أوكي، هذا الكونسيلر السحري اللي أحطه على السواد، يشيل لي من السواد. علمتني عليه خبيرة التجميل ريهام الشطي، وزعته تحت العين. والحين بحط فوق الكونسيلر عشان أغطيه لأنه هو لونه على أحمر شوية. خلطت كونسيلر ماك ويا ميك اب فورايفر فول كفر، خلطتهم حطيتهم تحت العين بكمية، يعني شوفوا نزلته على الخد عشان أبين إن خدها كبير. أهم ما أطلع إن في حفرة تحت عينها، لا، أخلي كأن المنطقة مسموتة وصافية يعني ما فيها خطوط، ما فيها، يعني يبين وجهها متروس أكثر. حطيتها، لاحظوا وين حطيتها، هم على حنجها وبين حواجبها. الحين بالكونتور، هذا الكونتور اللي يستخدمه سامر خزامي نفسه. قاعدة أحدد وجهها دار مداره شوية الكونتور على محومر. تلاحظون هالشغلة مع التصوير يخلي شكل الوي، لون الوي وايد حلو. يعني هم أنا أحب الكونتور اللي يصير على رمادي، بس مو منطقي أحط رمادي قدام الكاميرا يبين كأنه الوي وسخ. فراح أحط هذا وبعدين هم راح تلاحظون معي قاعد أحدد الرمول، قاعد أحدد دار مدار الوي، الخدود. قاعد أصغر حنجها، أخلي حنجها كأنه دقيق. تحت حنجها أو تحت فكها قاعد أحدد خشمها يمين ويسار. طبعا هذه الخطوة لما راح أدمجها يعني راح تخف حيل، فراح أحتاج إني أحددها مرة ثانية بالبودر. قاعد أدمج
كل شيء مرة واحدة. طبعا اللون الغامج لما تحطين لون فاتح يمه وتدمجين راح يعطيني شكل الكونتور نفس ما انتو تبونه، ما راح يتوزع الغامج على الفاتح، راح يظل كل لون موجود، يعني شكل الخدود وايد بارزة. قاعدة أدمج. هذا كله دمج، آخذ وقتي وايد أنا بالدمج عشان مع الوقت ما تلاحظون الفاونديشن يتبطط وياكم، أو مرات تحسين الفاونديشن مو مرتاح على البشرة فيخطط فتحسينه طلع عن الوجه. لا، أنا بهالطريقة قاعد أخلي الفاونديشن يظل معاكم عادي من الساعة 12 الظهر حاطته حق الحفلة ل4 الفجر. إذا تحبين، ما تحبين مسحي على طول. لوس باودر غامج. الفرشة هذه فرشة يا ماك يا سيجما. فرش ماك وسيجما وايد حلوين، فرش كوستل وايد حلوين بس أرخص طبعا وعمليين حيل. حددت دار مدار وجهها. هني الحين بثبت اللي سويته كله هذا بالكريمي والفاونديشن. قبل ما أثبت لازم أشيل كل الخطوط عن البشرة. الحين بلوس باودر، هذا اللوس باودر أنا مسويته خلطة مالتي، أحب أحطه تحت العين. إذا تبون تعرفون شنو الخلطة كتبوا لي بالكومنتات. يكون منور. شوفوا قاعد أحطه على أماكن اللي تنور في الوجه، نفس هالأماكن اللي حطيت عليها الكونسيلر الفاتح نفسها حطيت فوقها البودر. الحين اللوس باودر اللي قاعدة أحطه لوس باودر شفاف حق كل الوجه. الأماكن اللي بفتحها حطيت لها فاتح، والباقي حطيت لهم كونسيلر شفاف، لوس باودر شفاف عفوا. أرد تحت الحاجب قاعدة أفتح، قاعد أحط شيء يبين بالتصوير إنه تحت الحاجب مشرق، نفس باليتة أربن ديكي راح تلقونها بسيفورا. قاعد أحطه وأدمج. لاحظوا معي الشادو ما حطيته بس على حدود العين. هذا للبنات اللي يعني توهم مبتدئات في الميك اب، لا تحطون بس على قد عينكم، شوي طلعوا برا كأنكم بتروحون لحدود الشعر. بس طبعا الشادو لما تودينا لحدود الشعر ما تحطين الشادو الأسود. لاحظوا معي لمحة اللون هي اللي تطلع لحدود الوجه، مو اللون نفسه. هني بلاشر بيوتي از لايف فرشة ماك قاعدة أحطه. طبعا هذه الماركة أنا أقدسها، البيجمنت نفسها تركيز اللون وايد حلو. اللون اللي قاعدة استخدمه لون مشمشي، راح أكتبه بالديسكريبشن بوكس. أوكي، هني استخدمت شادو بني رمادي حق الخشم. طبعا حق الخشم أنا أحب أحطه بني رمادي مو على برونز محمر، لأن إذا حطيته محمر يبين الخشم كأنه ملطخ، ما أدري، خصوصا إن المنطقة صغيرة. البني الرمادي ما يبين إن الخشم وسخ، يبين بالضبط إن الخشم فيه ظلال، الخشم أصغر. قاعد أحدده من تحت عشان أرفعه يبين أرنبته مرتفعة. الفرشة هذه من كريولان، لاحظوا سطحها مسطح كذي مشطوفة، فتخليني أتحدد بشكل الرسم أكثر. قاعد أحط خط عرض بنص الخشم فيبين كأن أرنبتها وايد مرتفعة. طبعا هالشغلات يعني بسيطة مو وايد. هني قاعد أحط آيلاينر أسود. هذا الآيلاينر خيالي ماركة جي اس كازانوفا، تلقونه في محلات محمود سعيد. هني رموش اللي قاعد استخدمها الرموش من الهنود، أعتقد ماكس فاكتور رقمهم اي أو اف. المهم الرموش اللي دايما أتكلم عنهم بالإنستغرام مع ملقط، قاعد أثبتهم. طبعا أبدي من النص وبعدين أشده للطرف الخارجي عشان لا يبين كذي الرموش كأنه ملازق على الرمش الأساسي. أحطه وأضغط. نفس الشيء العين الثانية. راح أركب رمشين فوق بعض. الصمغ اللي قاعد استخدمه صمغ ديو، تلقونه عندي بالأكاونت. طبعا الأكاونت أنا اللي أجيب الأغراض ملوته، فأنا اللي أنقيهم وأنا اللي استخدمهم. شغلات اللي نفسهم اللي استخدمهم على زبايني نفسهم اللي أجيبهم. قاعد أشوف تركيبة الرموش، ما أبي أطلع عن حدود عينها وايد، ولازم تكون الرموش مرفوعة لفوق وهي طالعة سيدة، يعني مو شي جاية لتحت ما تبين. أوكي، رديت حطيت صمغ جليتر على المدمع من تحت. ليش؟ راح أحط حركة يعني، بس مو لازم تحطون كلكم هالحركة. أنا أحب هذه لمستي في الميك اب. قاعد أحط جليتر، أموت أنا على الجليتر. حطه تحت
تحت مدمع عينها. في ناس يسمونه برق برقو، ما أدري منو قاعد يسميه. أتذكر رفيجاتي يجوني يقولون لي يبون مكياج برق برقو، برق برقو. فرشة الآيلاينر والجل لاينر نفسه قاعد أرد أعيد على خط العين، لازقة بالرموش بس عشان يتحدد. طبعا حق التصوير هذا شيء أساسي. قاعد أحدد الشفايف بمحدد ماك، وبعدين بحمرة. حمرة هذه الحمرة ماركة ديانا أوف لندن، مات. هذه كأنها جلوس بس مات. طبعا هذه أكثر البنات يطلبون لما يوني يطلبون الحمر المات، والسبب إنه يبون مكياجهم يظل من الصبح لآخر الليل. لما تحطون حمر مات بس ديروا بالكم لا تسكرون شفايفكم على بعض. الحمرة المات من تسكرين شفايفك على بعض وتحكينهم على بعض بس خلاص اختربت الحمرة. فلاحظي من تحطينها تكون مكانها، لا تحركين شفايفك على بعض. بهالفرشة، هذه الفرشة من كيستار، حتى وايد غالية، تحسفت وانا شريتها بس وايد حلوة. هذه الإضاءة من سوفت اند جنتل. أقول حق رفيجتي سارة المطيري مشكورة وايد وايد، هي معطتني هذه الإضاءة عشان تلوق على بشرة العارضة. بشرة العارضة سمرة، فتلوق لها هالإضاءة الذهبية. قاعدة أعدل على رسمة الحاجب. الفرشة اللي قاعد استخدمها ماك 208. اللي يتابعوني بالإنستغرام يدرون شنو الفرش اللي استخدمها. تابعوني على الإنستغرام الرومة، نفس الاسم مريم الصفار. هني أنا خالصة الميك اب بس قاعدة أتأكد من نظافته. يعني أي شيء طاح من الشادو على الحاجب كذي قاعدة أشيله. إيدي ترى حدها خفيفة عشان يعني أدز الشادو عشان أطلعه من على الوي، مو أنا مغلفة الوي ببودر، فأي شيء يطيح كشادو على الوي تلاحظون إنه قاعد يندز معاي، ما يطبع على الوي. كذي يكون مكياجي خالص. إن شاء الله يكون عجبكم. هذا المكياج ناعم وبارز بنفس الوقت برايي. في بنات يحبون أنعم من كذي، في بنات يحبون أثقل من كذي. العدسات بيلا جليتر جراي. مشكورين.